السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. أخباركم ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. يا رب تكونوا يا حبايبي متهنيين ومبسوطين وفرحانين، ويديم عليكم يا رب نعم وقادر كريم يا رب العالمين. اللي انا بشكر جدا كل اللي انضم معايا في قناة جديد. ربنا يا رب يكرمكم من واسع فضله، ونورتوني وعلى راسي من فوق وحياة ربنا. ربنا يكرمكم جميعا من واسع فضله. واما بقى اخواتي وحبايبي اللي معايا، يا رب يسعد ايامكم ويكبر بخاطركم ويديكم يا رب الخير كله مطرح ما تحطوا رجليكم. قادر كريم، بحبكم قد العالم، ودي مش يعني ايه، مش كلام. بصوا والله العظيم انا ماليش اخوات، وانا قلتها لكم قبل كده كذا مره في فيديو، بس والله والله كلكم اخواتي وعلى راسي، وشرف ليا اصلا ان انتوا اخواتي. خلوني بقى النهارده فيديو جديد ويوم جديد وشمس يوم جديده. خلوني يا بنات قبل ما هبدا اقول ايه، زي ما تعودنا ربنا ما يقطع لنا عاده ابدا. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نسالك في هذا اليوم راحه يا رب العالمين تملى القلوب، وفرج يا رب يمحي كل الهموم، ورزق يفتح لنا يا رب العالمين أبواب الخير، وشفاء يا رب لكل مريض. يا رب اشفي كل مريض قادر كريم، اشفي مرضى العالمين. اللهم اشفي مرضى العالمين يا رب العالمين، ورحمة لكل مبتلي يا رب. اللهم امين. اجعل كل ايامنا اللي جايه كلها اجمل من اللي فات، وحقق لنا يا رب كل ما نتمنى، وبارك لنا يا رب العالمين في أهلنا وأولادنا وأرزاقنا، واجعل يا رب السكينة والطمأنينة لا تفارق قلوبنا. اللهم آمين آمين آمين. حبايب قلبي بحبكم قد العالم. بصوا أنا عايزة أقول لكم على حاجة علشان اتكررت عندي في الكومنتات، وعايزاكم انتوا تقولوا لي يعني ايه الصح بصراحة. في أخت لينا، قناة لينا، اسمها مش فاكره اسمها ايه، مش فاكره اسمها ايه، بس هي دايما بتكتب لي تعليق. ليش ما تذكرين الله؟ دايما بتكتب لي في كل فيديو. ارجعوا كده لفيديوهاتي، لكل فيديو تكتب لي ليش ما تذكرين الله. ماشي. فانا يعني بصراحه انا كممازن انا مش فاهمه. طب ما انا في اول الفيديو بذكر الله وبقول السلام عليكم، وبعدين بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمش عارفة بصراحة، يعني كتبت لها مرتين تلاتة. معلش ممكن توضحي لي ايه معنى اللي انت الكومنت اللي انت حاطاه، يعني اللي هو ليش ما تذكرين الله؟ انا فاهماه، بس اتمني انا بقول وبذكر. ده انا ما فيش خير في حياتنا الا لما نذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا رب الخير، ده انا لازم اذكر اسمه واحمده واشكر فضله عليا. ودايما كل اللي متابعني من البدايه لغايه دلوقتي ارجعوا لاول فيديوهاتي. انا عمري ما بدات فيديو من غير ما اذكر الله سبحانه وتعالى، ومن غير ما اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين قصدي؟ فبصراحه الكومنت ده يا بنات والله العظيم بجد يعني ضايقني، لان في كل فيديو، يعني عارفه انت لو بتكتبي في فيديو واحد وكنت سمعت الفيديو، انت مش هتكتبي. انتوا معايا؟ يعني لو انت كتبتي الكومنت دوت وانت سامعه الفيديو، والله ما هتكتبي لي كده. ليه؟ لان انت سمعتي. فبصراحه انا مش عارفه ده ايه. انتوا لو رجعتوا لكل فيديوهاتي هتعرفوا ان اللي انا بقوله. لغايه الفيديو بتاع امبارح برضو كاتبالي كده ليش ما تذكرين الله، ليش ما تذكرين الله. طب انا ما اقدرش، ده احنا ماشيين ببركه ربنا سبحانه وتعالى وكرمه علينا. انتوا معايا؟ فبصراحة الموضوع ده مضايقني. لو انا في حاجة بقولها في المقدمة غلط، انتوا اخواتي. وانا على فكرة يا بنات، انا مش عايزة اقول كلمة يا بنات بس، لان في برضو في الكومنتات قالوا لي خلي الكلام في العموم، وانا بحترم كل الكومنتات وبحترم كل ارائكم بجد والله العظيم، لاني انا بعتبركم اخواتي. بس انا بحب النقد البناء، مش النقد اللي يهدمني ويكسرني وبيزعلني. لان انتوا عارفين كلكم الواحد عشان بيقف يصور محتاج جهد قد ايه، عشان يلم اللي ورا التصوير ده محتاج جهد قد ايه. وانا مش صغيرة،
يعني فاهميني؟ انا برضو انا يعني انا سني كبير مش صغيره على فكره. ممكن ناس من صوتي تفتكرني ان انا صغيره، انما انا والله انا كبيره في السن، انا مش صغيره. وانا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين بناتي في الجامعه، واللي السنه دي خلاص ربنا معاه ثانويه عامه، فاهمين قصدي؟ ف يعني ما عادش فيا الايه، ما عادش فيا الصحه اللي اتحمل النقد اللي بيزعل. ما عادش فيا. عندك حاجه مضايقاكي مني، خلاص ما تخشيش، ما تكتبليش حاجه، ما تجيش يعني. مش عايزه اقولها لك والله اني ما بحبش حد يزعل مني، بس والله يا بنات انا برضو بقول يا بنات، والله يا اخواتي انا ما عنتش زي الاول. يعني انا كمان بعد موضوع ماما وبعد موضوع اختي بعد ما توفوا، ما عادش صحتي زي الاول. انتوا اخواتي وانا بكلمكم والله العظيم يا بنات بكل صراحة، بكل صراحة، وربنا شاهد ووكيلي على كل كلمة انا بقولها. ما عادش فيا الصحة ان انا اتحمل حاجة تضايقني تاني. انا عارفة ان لازم في حياتنا كلها هنلاقي ده وده، بس اما تكوني مصرة يعني انقديني مثلا في شغل البيت، قولي لا انت النقطة دي مش تمام، ممكن تعملي كده افضل. طب ما انا في اخت لينا ربنا يا رب يكرمها من واسع فضله، والله العظيم يا بنات مش عايزه اقول برضو تاني لساني خد عليه، والله والله العظيم يا اخواتي انا في اخت لينا هنا في القناه، هنا في معانا يعني زميلتنا، كتبت لي كومنت، والله والله بتعتذر مليون مره قبل ما تكتب الكومنت، بتقول لي معلش انا اسفه اذا كنت ما تحبين الملاحظه، انا ليا ملحوظه. والله بصوا بتستأذن قد ايه قبل ما تقولي الملحوظه، والملحوظه ايه ما فيهاش اساءه ولا فيها هدم للروح المعنويه، انتوا فاهمين اللي انا عايزه اقوله، ولا فيها هدم للصحه ولا. انا واحده من الناس يا بنات كلمه تخليني قويه، تحفزني يعني، تحفزني وتخليني ما شاء الله قادره ان انا احكي واتكلم واتحرك واروح واجي واغسل وامسح وانضف واعمل كل حاجه في سبيل كلمه حلوه. وممكن كلمه يا بنات والله العظيم تخليني مش قادره اتحرك من مكان جسمي ده، عامل زي شوال الملح من الزعل، من الزعل زي شوال الملح، والله العظيم زي ما بقول كده يا اخواتي. فلقيتها بقى كاتبالي ايه البنوته الجميله دي، كاتبالي كانت ليها ملحوظه على التكيات اللي على الركنه، اللي هي الخداديات اللي على الركنه، تمام. لقيتها كاتبالي يعني لو تخفيها شويه والله العظيم بتكتب على استحياء كمان، عماله تقول لي يعني بعتذر اذا كنت ما تقبلين الملاحظه، هي مش مصريه، فاهمين قصدي؟ يعني بصوا بوريكم يعني في فرق بقى بين النقد ده والنقد ده. انت انقديني في حاجه زي كده وقولي لي كمان، مش تنقديني وتسيبيني، يعني انت لقيتيني عملتي حاجه مش تمام وقولي لي، ويا ريت لو يبقى كده بيبقى في. انا واحده من الناس لما بلاقي حاجه مش عجباني بعمل ايه؟ بقول بلفت النظر بس بطريقه غير مباشره تماما، بطريقه غير مباشره، ما يعني من غير ما اجرح اللي قدامي، يعني جبر الخواطر على الله سبحانه وتعالى، جبر الخواطر على الله سبحانه وتعالى. انما اللي انا بقول لكم عليها التعليق اللي بيجي لي من القناه ديت، انا مش عارفه اسمها، مش فاكره اسمها ايه، مش فاكراها خالص، بس هي بتكتب لي كده على طول، ليش ما تذكرين، ارجعوا كده وتعمل لي الايموشن بتاع الايه، الاندهاش. طب انا اعمل ايه بقى؟ والله لازم بتضايق وبزعل. اخر ما غلبت منها قمت قلت لها ممكن توضحي لي، بصي برضو الادب بتاعي برضو، اصل كل واحد يعني كل اناء ينضح بما فيه، وكل واحد بيبقى حسب ما يعني حسب البيئه اللي طلع منها. بصوا انا حتى كتبت لها ايه، كتبت لها طيب ممكن توضحي لي معنى كومنت بتاعك ايه، معنى التعليق ده ايه. انا كتبت لها كده، قالت لي انت ما بتذكريش الله وبتخشي تصلي على النبي على طول. طب انتوا قولوا لي لو في حاجه في المقدمه، انتوا بقى كلامكم على راسي من فوق، وانا بحبكم وربنا يديني على قد اللي جوايا ليكم، لان انا بحبكم كلكم وحياه ربنا، ووكيلي ربنا وكيلي سبحانه وتعالى على اللي انا بقوله. فانتوا قولوا لي لو في ملحوظه، علشان ايه؟ علشان انا بجد انا متضايقه وزعلانه، لان ما سابتش فيديو، يعني كتر خيرها ان هي دخلت الفيديو، وكتر خيرها ان هي يعني شافت الفيديو، بس انا اعتقد ان هي مادام كتبت كده هي ما سمعتش الفيديو،
لان لو سمعت الفيديو، لاني انا ماشيه ببركه ربنا سبحانه وتعالى، كلنا ماشيين ببركه ربنا. فانتوا ادعموني بقى في الكومنتات عشان انا كلمه والله العظيم بتفرحني وكلمه بتزعلني، وانا زعلانه من الموضوع ده جدا، لاني والله العظيم كلكم عارفين المعاناه اللي الواحد بيعانيها علشان يستمر وعشان يكمل، وعشان انا بعتبرها لقمه عيش ليا، وربنا يا رب يديني خيرها ويكفيني شرها والله العظيم يا بنات. يعني انا مش فاتحاها يا بنات ان انا تسالي او كده، لا انا فاتحاها لقمه عيش ليا. فانا هقول ربنا يا رب يكتب لنا كلنا التوفيق وييسر لنا امرنا يا رب قادر كريم. لو انا في حاجه غلط عندي يا بنات، امانه عليكم قولولي. كل بني ادم خطاء. فلو في اي ملحوظه عندي قولولي. يمكن انا في حاجه غلط انا مش واخده بالي منها، لان انا من النوع كمان اللي بنسى. فلو في حاجه انتوا شايفينها في شغلي وفي كلامي مش مستحبه، عادي ان احنا ننور بعضينا قولولي، وانا والله العظيم بتقبل كل الكلام كل الكلام. بس الكلام اللي هو بحس ان هو افترى، مش ايه يعني، مش فيا، ده بيزعلني. وانا انا على فكره انا مريضه سكر ومريضه ضغط، فاهمين قصدي؟ فانا يعني انا من بعد ماما واختي انا حالتي الصحيه ربنا وحده اللي يعلم، اذا كنت بعمل روتين معاكم وبتشوفوني. بس يعني ده ربنا لو فيا نفس كده، ده رضا امي عليا وابويا ربنا يا رب يديله الصحه، فده رضاهم عليا، فده اللي مخليني لو فيا نور فمن اهلي، دعوات اهلي الجميله. فانتوا يا بنات لو في اي ملحوظه عرفوني، وانا بتقبل الكلام، وانا بحبكم والله العظيم كلكم يعني ربنا يعلم انا بحبكم قد ايه. ودايما دايما لما بقول لكم دعوه والله طالعه من قلبي، لاني انا عارفه ان الملائكه فوق راسي هتقولي ولك بالمثل. فانا ماشيه على مبدا اللي ماما زرعته فيا، الله يرحمك يا امي ويجعله في ميزان حسناتك. حبي الخير للغير هيجيلك الخير، والله العظيم ماما كانت دايما تقول لي كده، حبي الخير لغيرك هيجيلك. طول ما انت بتتمني لاخواتك الخير هيجيلك، بتحبي لاخواتك الرزق والصحه وتقولي وتدعي لهم بكده هيجيلك. فانا بتمنى لكم والله العظيم الخير كلكم، ربنا يراضيكم ويكبر بخاطركم مطرح ما تحطوا رجلكم قادر كريم. امانه عليكم في الكومنتات لو في اي ملحوظه عرفوني. انا بجد بجد بشكركم جدا جدا، انا اسفه على رنات التليفون. انا بشكركم جدا جدا على المتابعه، وبشكركم جدا على حسن كلامكم وطيب كلامكم، وربنا يطيب خاطركم قادر كريم، يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. بتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم، واسفه اذا كنت اذيت حد بكلمه او ضايقت حد بكلمه، انا بعتذر. واخر كلامي ان الحمد لله رب العالمين.